اليوم بعترف لكم الجن حقي الذي يقولوا لي كان فيه ماء تحت الارض، بس سيخ النحاس هذا لما مسكوهم شيء ويهتز هكذا يهزوها الجن ولا كيف؟ بعض التعليقات وبعض الناس يقول هل مع الجن هل مع كذا. بالله عليكم ايش هذا التفكير؟ يعني هل تعلم انت ان العدو والجن هو الماء؟ يعني اخس شيء يكرهوه الجن هو الماء، لان مخلوقين من نار، فما بش جني يعرف الماء ولا شيء من هذه. ثاني حاجة هل قد لقيت جني يدلك على الخير يقول لك صرصل، ولا جني يقول لك صم؟ لا، الموضوع ما فيه إن لا فيه لا جن ولا شيء، هذا من الله سبحانه وتعالى. تناسب أشخاص محددين، عندما يمسك السيخ أو عود الرمان يمشي فوق الأرض، عندما يجد ماء يهتز، وهذا بسبب احتكاك الماء بالتربة باطن الأرض والشحنات التي في جسم الإنسان. هذا الموضوع ما فيه. بعدها الطريقة معروفة من قبل 5000 سنة، ابحثوا عليها وبتحصلوها في بريطانيا وفي مصر، وموجودة إلى الآن في أكثر الدول يستخدمونها.